كالعاده الاهلي تعادل مع بتروجيت، وكعاده التعادلات اللي تحرق الدم بتنزل ماتش من 90 دقيقه، بتسيب الخصم يضغط عليك 45 دقيقه، ما بتروحش ناحيه الجون غير بكره تريزيجيه. الاهلي ما راحش ناحيه الجون، بتروجيت عمل ضغط عالمي، مش عارفين يطلعوا بالكوره، الى جانب ان الكابتن الشناوي قرر يعمل خطأ حارس مبتدئ ويلبسنا جون ويأخرنا في الماتش ونضطر نلبس جون وننزل الشوط الثاني متخيلين ان احنا نلعب 45 دقيقه. وطبعا سذاجه لعيبه الاهلي ان طبعا مش هنلعب ال 45 دقيقه. الحكم عنده ضغينه من ساعه ما لعبناش ماتش الزمالك، عنده ضغينه سماح بالاصابات ويروح للجون ويسيب الجون يتعالج واللعيبه تقع، وحكم الفار بيراجع كوره في 4 دقايق. بتراجع كوره في 4 دقايق يا مفتري، 4 دقايق اللاعب واقف بعد الجون، بتهبطنا، بتضيع حماس اللعيبه. بتراجع ايه في 4 دقايق؟ ده بتراجع المقرر ده. أنا يعني حسيت ان ايه، هو مستني مكالمه يا كابتن، احسبها ولا ما احسبهاش؟ يعني انا حسيت كده، حسيت ان هو مستني مكالمه احسبها ولا ما احسبهاش. فما تستناش ان الحكم يساعدك، اصلا انت مش مساعد نفسك، الحكم اساسا بيتلكك لك. يعني كره عمر كمال كورنر في اخر دقيقه، لا ضربه مرمى. احمد عبد القادر فاول في اخر دقيقه، لا مش فاول ويلعب و واديتكم وقت ضايع، واللعيب وقع في الوقت الضايع وما يعني سايبه يتعالج برضه. والمشكله اللعيب يقوم يطلع يجري، فاحنا اللي بنعمل كده في نفسنا. 11 نقطه في الدور الاول كتير، فرصه لبيراميدز وسيراميكا ان احنا نخلي الدور الثاني والع. وانا بقول لك الاهلي بعيد عن الدوري، والاهلي كده بعيد عن دوري ابطال افريقيا لو العقليه دي استمرت يا جماعه. هارد لك هارد لك، مش عارف هنعمل إيه في ماتش المصري، والله ربنا يستر في ماتش المصري.